السلام عليكم، اهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو وانتم تكونوا في احسن الاحوال. مع حلويات العيد اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم دواز اتاي سهل سريع اقتصادي، كيجي مرمل، كيجي لذيذ بنين بزاف. غير جربوه. عندي واحد 125 غرام ديال الزبده غير المارغرين. غادي ندير كنكهه الفانيلا مع قبيصه ديال الملحه وواحد الكاس بالعبار ديال كاس العنبه ديال السكر حبيبات اللي هو السكر سنيده. بغيتو دواز اتاي ديالكم يجيكم هشيش بزاف، ما تكونش فيه ديك التقرميشه، غتخدموا دواز اتاي ديالكم بسكر كلاصي. انا بغيت تجيني الهشاشه مع ديك التقرميشه اللي كتكون هكا خفيفه. نتوما كتبغيو كيف ما قلت لكم يجيكم داك دواز اتاي اللي كيكون مرمل ما كتكونش فيه نهائيا تقرميشه، خدموه بالسكر كلاصي اللي هو السكر الناعم. كناخذ قصريه كنضيف فيها هكا الفانيلا مع شويه ديال الملح لتصحيح الذوق والسكر والزبده، ومن الاحسن ان الزبده تكون في حراره ديال المطبخ. وغادي نخدم مزيان هاد المكونات كيف ما لاحظتوا حتى كينسجموا ليا، حتى داك السكر سنيده كيذوبوا تماما الحبيبات. ضروري ما كنخدموهم مزيان. حاولوا انكم تخرجوا الزبده هكا من قبل من الثلاجه، لان السكر الا ما ذابش لكم نهائيا ملي غتدخلوا دوازاتي ديالكم غادي يطيب في الفران، غيبقى داك السكر هكا كيذوب، وغادي الدوازاتي ديالكم يجيكم هكا الحجم ديالو صغير. يعني غادي تشكلوا نتوما بالطبع صغير كبير وغيجيكم هكا صغير، يعني كيتكمش كيف ما كنقولوا حنا. صافي مباشره بعد ما خدمت المكونات مزيان غادي نضيف هنايا كاس بالعبار ديال كاس العنبه ديال زيت نباتيه. وانا كنخدم حتى كنحصل على هذا القوام كريمي، وكنحاول انني كنخدم بالكف ديال يديا مزيان باش هكا دوك الحبيبات ديال السكر كيذوبوا تماما. بالنسبه للسكر الا عندكم دوك السكر اللي كيكون الحبيبات ديالو رقاق راه كيذوبوا بسرعه، ما عندكمش حاولوا انكم تاخذوا هذاك السكر السنيده اللي عندكم وحاولوا انكم تغربلوه وحيدوا هكا داك السكر اللي كيكون غليظ اللي كيبقى محجر. غادي ندير هنا 2 الحبات ديال البيض. بالنسبه للبيض انا ضفت هنا غير البيض البلدي، كان عندي هكا شي شويه صغير. عندكم هكا البيض اللي كيكون كبير ديروا غير بيضه، يعني البيض الرومي اللي كيكون الحجم ديالو كبير. صافي وانا كنحاول انني كل ما درت هكا المكونات كنحاول انني كنخدم مزيان باش كنحصل هكا على هذا القوام اللي كيكون كريمي، باش يجيني دواز اتاي ديالي زوين ويجي هكايا في المطبعه كيف ما طبعته يبقى في الشكل ديالو. صافي غادي نحاول انني هنا كندير الدقيق. بالنسبه للدقيق يكون من النوعيه الجيده. الا عندكم الفران كيحمر لكم دوازاتي ديالكم مزيان وكيجيبوا لون موحد كيجي اللون ديالو مقاد تماما، خدموا غير بالدقيق العادي هكا خاص بالحلويات. ما عندكمش الفران ديالكم هكا كيحمر مزيان او كيعطيكم داك اللون الزوين اللي كتبغوا في دوازاتي، خدموا بالدقيق المحمر. غير ما تحمروش بزاف حتى كيتحرق لكم. وخذوا بعين الاعتبار ان دوازاتي ديالنا رانا غندخلوا للفران اكيد وغادي يطيب. كنحمروا غير شي شويه اللون ديالو حتى كيذهب. صدقوني داك الدقيق محمر في دوازاتي واحد المذاق ما نوصفوش لكم، مذاق اللي رائع. وفي نفس الوقت كيعطي واحد اللوين اللي كيكون موحد، كيجي اللون زوين. الحلويات اغلب الحلويات راه كيخدموا به دابا ما شاء الله. ملي كيكونوا هكا كنحمروا في سلو كيبقى لنا الدقيق محمر او دوك الحبيبات اللي كيبقاو. راه ديما كنقول لكم انا الا تابعتوني ما تلوحوهمش هذوك الحبيبات، حاولوا انكم تغربلوهم حمروهم مره اخرى غير شي شويه هكايا واحتفظوا بهم باش تخدموا بهم دوازاتي. غادي ندير واحد 4 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. ما غنكثرش بزاف دوازاتي، صدقوني تقدوا تخدموه بلا خميره ديال الحلوى وكيجيكم زوين ويجي هو هذاك. انا غندير 4 غرام فقط، ما تكثروش الخميره باش يبقى هكايا محافظ على الشكل ديالو. يعني كيف ما دخلناه للفران يطيب كيف ما يبقى هكايا حتى الا طبعناه هكا بشي مطبع كتبقى هكا ديك الزواقه باينه وما كيتنفخش لنا بزاف ويجينا هكا معجن ويجي مدقص. صافي غادي نحاول مزيان انني كندير الدقيق غير شويه بشويه، ولا كنتو مغربلين الدقيق من قبل غادي يكون هكا من الاحسن. وغنخدم غير شويه بشويه غير بالاصابع ديالي كيف ما لاحظتوا. انا غير مزربه الفيديو باش ما يجيكمش طويل، راه ما كندلكش نهائيا هكا باش الزبده ديالي ما تطلقش ليا نهائيا الزيت. صافي غير كنجمع كيف ما لاحظتوا. كناخذ هكا يديه اللي كانت تكون هكا ما فيهاش العجينه كنقيس بها القوام. صافي من بعد غادي ندير هنايا الحبوب ديال الخشخاش كيعطيو منظر لي زوين صراحه صحيين. انا هنا الا كنتو عندكم هكا الشعريه فيرميسيل او الشوكولاته فيرميسيل ديروها، غادي تعطيكم واحد اللوين اللي زوين وحتى المذاق. انا ما عنديش بتيجيني هكايا
صراحه داك المنيضر، وفي نفس الوقت ندخل وليداتي هاد الحبوب ديال الخشخاش لانهم صحيين. صافي درت هنا واحد 2 ديال المعالق. هذا هو القوام ديال العجينه. كيف ما لاحظتوا العجينه ما كتكونش قاصحه وكتكون رطبه تماما. غنحاول انني نشكل هكا دواز اتاي ديالي كيف ما لاحظتوا، وكنضغط عليه هكا بالكف ديال يديا باش كيجيني هكا الوجه ديالو مسطح. ملي نبغي نطبعو هكا بالمطبع يجيني هكا مقاد. ها نتوما كنخدم بالعجينه بكل سهوله. بالنسبه للاخوات اللي بغيو ان دواز اتاي ديالهم هكايا يخليو العجينه ديالو تبات، راه يمكن لكم تخليوها تبات، خصوصا الا ما درتوش الخميره نهائيا. درتو الخميره ضروري كطيبوه في نفس النهار اللي خلطوه. ما درتوش الخميره تخليوها تبات، كديروها في واحد البلاستيك غذائي، وضروري كديروها هكا في الثلاجه، سواء كان الجو سخون سواء كان بارد، ضروري كنديروها في الثلاجه. عاد الغد ليه كطيبوه. صافي كناخذ هنا المطبع ديالي بعد ما شكلت هكا الكميه اللي عندي، راه كميه اللي كثيره ماشي غير هذه. غادي نحاول ان ناخذ هكا المطبع هذا ديال شكل الورده، غير انا ما كنضغطش بزاف باش كيجيني المنظر هكا اللي كيكون مختلف، ما يترسموش ليا هكايا هادوك الوريدات اللي كيكونوا في المطبع. صافي كنحاول انني كندير هكا واحد الثقب في الوسط، من بعد غادي نعمرو هكا، وغادي ندخل دوازاتي ديالي الفران اللي كيكون سخون، شعلت عليه غير من التحت حتى كيتحمر ليا وكيذهب ليا اللون ديالو. عاد من بعد كنشعل عليه هكا من الفوق. ملي كندخلو تقريبا واحد 2 دقائق كنحاول انني كنخرج هكا الصفيحه ديالي، ونحاول انني نضغط هكا غير بشويه هكا باش كيبقى عندي داك الثقب، باش نعمرو اما بالشوكولا اما بالمربى اما بشي صلصه ديال الشوكولاته الكراميل. المهم التزيين دائما كيبقى اختياري وعلى حسب المتوفر عندكم كيف ما لاحظتوا. كنحاول انني كنضغط غير بشويه باش ما يطرطقش ليا نهائيا دوازاتي ديالي هكا من الجناب، يبقى هكا في المنظر ديالو يبقى زوين. بالنسبه للفران ديال الغاز حاولوا انكم تسخنوه حتى هو مزيان، وكتدخلوا دوازاتي ديالكم حتى كيطيب لكم من التحت، عاد كتهبطوه يتحمر من الفوق. انا هنايا دخلتو الفران الكهربائي لهذا خدمت المروحه كتساعد لينا ان كتوزع الحراره باش دوازاتي ديالنا كيجي محمر من الجوانب وكيجي زوين. هذا هو الشكل ديالو بعد ما طاب. ها نتوما كيجي الوين ديالو ما شاء الله مذهب، تيجي صراحه محمر وكيجي زوين، كيبقى محافظ لينا هكا على حتى الشكل ديالو. من بعد غادي نحاول انني نذوب هكا شويه ديال الشوكولاته السوداء، وغادي نزين به هكا هذاك الثقب. كيف ما يمكن لكم ديروا الكراميل حتى هو كيتواتى بواحد الشكل اللي كيكون كبير، او ديروا هكا الشوكولاته اللي باللون الابيض. المهم دواز اتاي المكونات ديالو شاركت معكم، اللي ما نعاودش لكم عليه، راه كيجي لذيذ عرفتي بنين هشيش رطب مقرمش وفتي لذتو. ما نعاودش لكم عليه، غير جربوا، انا متاكده غادي يعجبكم. يلا خليتكم على خير، خليت لكم الراحه والصحه والراحه.